الرياضة وصلت للتناحر والقتل والفتنة والمكيدة بين الشعوب تحرم. فإذا وصلت الرياضة وتستخدم في هذا الظرف التاريخي في مصر يعني. إذا وصلت الرياضة لكده احنا بنقول مش عايزين، أنا مدرب كورة مش عايزين كورة، يلغوا لنا الكورة ويقعد بقى شلبوكة وشوبير ومعلش يعني معلش. ما هقول لحضرتك حاجة، ما هو الأستاذ طارق بيقول إيه؟ بيقول إن بداية نزول الناس يوم الجمعة كان من ان انا احتفل، انا بحتفل بامهات الشهداء في قراسي وامهاتنا كلنا، ولكن ان انا اجيب ناس تقعد تسب سباب علن وتكيل الاتهامات وعلى الهوا لايف كده انها تشتم شعب بورسعيد، ثم ارجع اقول احنا بنزايد على اسر الشهداء. يعني امس كان بيستنكر نزول اهالي الشهداء مع الالتراس الاهلاوي في وقفه احتجاجيه على القارات. طب اذا هنا مزايده وهذا البرنامج ما كانش مزايده. يعني ما الحاجة الغريبة أقول لحضرتك على حاجة، الحاجة الغريبة إن هل ده الإعلام؟ يعني ده الإعلام اللي هم اتعلموه؟ هل الإعلام يا أستاذة نادية؟ هو واضح إن هو يعني أستاذة نادية احنا في برنامجك يعني هنا كذا مرة ناقشنا، احنا ما نقدرش الحقيقة احنا يعني التاريخ هيكتشفها، يعني هنتفاجئ بعد كده الحقيقة والله إن كانت كل حلقة من الحلقات دي معمولة بهدف كذا. طب اشمعنى القنوات الحكومية ما بتعملش كده؟ يعني اشمعنى قناه الحكومه انتوا والقنوات ليه تعملش كده؟ ليه بالظبط؟ لان احنا عارفين ان هنتحاسب لما هيبقى في نقابه للاعلاميين ان شاء الله، في ميثاق شرف باذن الله، جميع الاعلاميين هيكونوا او يعني استاذه ناديه حضرتك النهارده انت بتناقشي برنامج، بتناقشي موضوع، بتناقشي حاجه للصالح العام والهدف العام ولا للخراب؟ النهارده لما تبقى احدى القنوات رئيسها اشترى قناه كبيره باموال من قطر، والكلام ده مثبوت وموجود. النهارده قناه اتباعت واللي هي بيشتغل فيها المذيع ده اللي عمل المشكله، ايوه، والقناه ديت الثانيه بتمول من قطر. يبقى كده عايزين ايه؟ والدوله عارفه الكلام ده، لمصلحه مين الكلام ده؟ لمصلحه مين؟ لما هي الدوله عارفه الكلام ده بقى يبقى ده لمصلحه مين زي ما حضرتك بتقول؟ لمصلحه مين وساكتين ليه؟ طيب اللي احنا عايزين نعرفه ساكتين ليه؟ طب ممكن بعد اذنك بس لو سمحت، يعني التجربه ام الاختراع. ممكن نجرب حاجه واحده بس؟ ايوه، نوقف الكلام. لا يتفضلوا يشتغلوا عندهم ما شاء الله، هم بيتكلموا في السياسه كويس، بيتكلموا في الدين كويس، بيتكلموا في الكوره كويس، بيتكلموا في الفن كويس. طب احنا طالبين منهم طلب بس، ممكن نوقف جميع النشر عن محافظه بورسعيد مش هيشتغلوا وجربوا البلد هتبقى مش هيشتغلوا ما كابتن. اذا هم دلوقتي خدي بال حضرتك بيزايدوا على حب مصر، اللي بيحب مصر هو يا كابتن لما تبقى دولة سيادة القانون يبقى القانون يمشي على الكل بإذن الله. أتمنى إن شاء الله. معانا اتصال هاتفي من بورسعيد، معانا الشيخ أحمد سليم أحد أئمة المساجد في بورسعيد. أهلا بيك معانا يا شيخ. فضيلة الشيخ أهلا بيك معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمسي على حضرتك وعلى الكابتن عباس نور الدين صديقي. ربنا يعزك يا شيخ احمد. الله يخليك يا كابتن عباس. الله يخليك يا شيخ احمد، ربنا يعزك ويبارك فيك. ومعانا أستاذ طارق هاشم. ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذ طارق؟ احنا لعبنا مع بعض مع كابتن مدحت فؤوسه في الثمانينات. تمام يا شيخ، تمام. ازيك يا حبيب قلبي؟ ربنا يخليك، ربنا يوفقك. ردينا يا شيخ. والله بورسعيد دي موجه اليها سهم مسموم. بورسعيد موجه اليها سهم مسموم، وكلنا عارفين مين اللي بيوجه هذا السهم. الشعب بورسعيد. ايوه، شعب بورسعيد الابي، شعب بورسعيد الطاهر النقي، شعب بورسعيد. لما انت بتروح مثلا للولاد اللي احنا يعني عايزين نرحم حماس الشباب، ما حدش عايز يرحم شباب بورسعيد بالذات. الشباب عندهم حماسه كبيره جدا وبيحبوا ناديهم كتير جدا، والمؤامره اللي اتعملت كلنا عارفينها. يعني بس فضيلة الشيخ، يعني أليس الالتفاف حول الوطن هو أولى حاليا، يعني في ظل هذه الأزمة التي تفاقمت؟ يعني المسألة ما بقتش كورة بقى. بالنسبه لايه؟ يعني أليس حماس الشباب اللي حضرتك بتتحدث عنه، يعني الالتفاف حوالين رأب صدع هذه الفتنة وإعادة يعني توحيد الصفوف إلى حد كبير، يعني أليس أولى بالغضبة دي على العقوبات ولا الكورة؟ من حسن العقيدة حب الوطن. ما فيش حد وجه الشباب ده التوجيه السليم. صح. ما فيش حد وجه الشباب التوجيه، ما فيش حد نزل للشباب وهداهم. الإعلام كله قاعد يصب في مصب واحد وبيصب في قناه واحده، كله سب وقذف واهانه لهذا الشعب ولهذا الوطن. الشعب ده نسوا البساله بتاعته سنه 56 لما جه الحاكم البريطاني قابل الحاكم العسكري في بورسعيد بعد القضاء على العدوان الثلاثي. كلموا مع بعض، قال له ما وجدنا بساله
افضل من بسالة شعب بورسعيد. بقول له احنا حاربنا، كانت تسمى بريطانيا العظمى، الامبراطوريه البريطانيه حاربت وانتصرت، وكانت تمتد من الهند وجنوب شرق اسيا، وكانت الامبراطوريه الكبرى ما هزمت الا في بورسعيد. فالشعب يعني شعب بورسعيد شعب حر صحيح يقرر ويحب العدل والقسط ولا يقبل الظلم. يعني هو يمكن ده للاسف اللي مش قادرين يتفهموه يعني. نعم، ظلم كبير وقع عليه، يجب ان نطرح هذا الظلم بكل ما نملك. احنا على منابر المساجد بنناشد كل من له حكمه وكل من له عقل وكل مسؤول ان يتدخل في هذا الامر وينفي هذا الامر عن بورسعيد، ولكن لا حياه لمن تنادي. الكل يستمع الى صوت عقله، الكل يستمع الى رايه، الكل يتشبث برايه، ويريدون القصاص من شعب بورسعيد باكمله من اوله الى اخره، من صغيره وكبيره. لا يعلمون ان هناك مرضى وان هناك اطفال وان هناك شيوخ وان هناك نساء وان هناك كبار يريدون حصارا على هذا البلد ويريدون تضييقا على هذا البلد. لا اعرف لماذا، ولكن لنعلم انه عندما سقط اموات شهداء من التراس اهلاوي سقط ايضا شهداء من بورسعيد. الكل ضرب في هذا المكان، والضربه قبل ما تكون لالتراس اهلاوي هي كانت اصلا لبورسعيد. ما في من الضربه لبورسعيد، ما هي الضربه لبورسعيد، ولكن دخل فيها الاثنين، يعني هؤلاء مظالم وهؤلاء مظالم، وشعب بورسعيد بريء من هذه الدماء. وعندما تصدر القرارات قبل ان تكون رسميه لتحرك الشعب وتحرك الجمهور وتحرق قلوب هؤلاء الشباب على ناديهم المحبين له، نرى ان هذا يعني في شيء خفي او يدبر او تدبير خفي يدبر في هذا الامر. ويمكن ده اللي مخلي الناس كلها الحقيقه حتى الان محتقنه برغم يعني جهود لتهدئه الاوضاع. كان كابتن عباس نور الدين عايز يتوجه لحضرتك بالسلام يا فضيله الشيخ. اتفضل يا كابتن شيخ احمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنى الدوله الاسلاميه بالاخلاق. نعم بنى الدوله الاسلاميه بالاخلاق. هل يجوز ان احنا في الاعلام نقول بنقول ان اولياء الامور، البدايه من اولياء الامور تمنع خروج هؤلاء الشباب للمباريات، وليكن مثلا من سن 15 ل 18 سنة، يقوم يرد المذيع يقول ازاي الولد مش هيسمع كلام والده وهيقول له نفض له وانزل؟ هل هذه هي الاخلاق؟ هل هذه اخلاق الاسلام؟ لا 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 لا. للاسف الخط اتقطع. بنشكر فضيله الشيخ احمد سليم امام احد استسمحك بس على تعليق كلام الشيخ احمد. الشيخ احمد ذكر نقطة خطيرة جدا اللي هي ان الشباب وحماس الشباب والكلام ده كله. النهارده في حاجة تانية برضو بتولع الدنيا غير حماس الشباب، وهي الاعلام. النهارده لما تبقى جريدة قومية للدولة وتفتح صفحاتها للارتس الاهلاوي وتصور وتعمل معاهم لقاءات وكلام وحكايات وروايات، وجريدة قومية وبتتباع في السوق، وجريده خاصه نفس الموضوع. طب انتوا بتعملوا كده مع الارتس الاهلاوي، ما بتعملوش كده مع الارتس النصر ليه؟ بالظبط. ادي واحده. نيجي للاعلام نفس الموضوع، بتعملوا معاهم لقاءات ومش عارف فين ايه. وجهه النظر فين وجهه النظر الثانيه؟ بتناقشوا القضيه من وجهه نظركم ليه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو عشان الناس برضو تعرف ان دي مؤامره مدبره بالفعل على مدينتنا وعلى مصر عامه وعلى تقسيم البلاد، والكل عارف الكلام ده. انما ان شاء الله ربنا يعني هيقف معانا ومش هيعمل حاجه من دي. في اولاد اتمسكت اللي هم 15 ايوه، وبعد كده واحد بقوا 16. في منهم ناس من منوفيه، يعني في واحد اسمه واصل ما اعرفش من منوفيه جاي بورسعيد بيعمل ايه في هذا التوقيت. واحد تاني من المنصوره وقدام مبنى هيئه قناه السويس اسمه احمد حسن عبد السلام، ده من المنصوره. واحد تاني من المنيا، واحد تاني من المحله اسمه محمد نصر ابراهيم، واحد من القاهره اسمه رضا عبد الله رجب. ده جاي يعمل ايه هنا في بورسعيد؟ او اتمسكوا ليه وفي التوقيت ده وفي المكان ده وقدام هي قناه السويس ليه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه استاذه ناديه، مفيش بورسعيديه اتمسكوا خالص يعني يا استاذ طارق؟ ما هو في 13 واحد بورسعيدي او بالظبط 8 تنفار. يعني تبع ايه بقى؟ تبع الالتراس ولا لا ما فيش حد فيهم تبع الالتراس، ده كلهم. ما هو الالتراس اصدر بيان اللي احنا مش واقفين ومش قاعدين. اكيد 90%. انا برضو يعني بناشد الحاكم العسكري بتاع بورسعيد والنيابه العسكريه والتحقيقات
ان اكيد لازم يعملوا تحريات عن الاولاد دي طبعا. لان الاولاد دي 90% ده الخيط بقى اللي هيجر الباقي المفروض دي اللي هم يعني للغرب. مفيش ولا خيط. نيجي بقى لبتوع بورسعيد، بتوع بورسعيد برضه يتعمل لهم تحريات بعد اذن حضرتك، ونشوف برضه دول فيهم ايه. انا بس بناشد يعني زي ما احنا حضرتك بتناشد الحاكم العسكري دلوقتي، انا بناشد بقى شباب بورسعيد. ايه المانع انك اذا كان هناك اعتراض على قرار يا سيدي نقف في مكان، نخش النادي، نقف قدام النادي بالزبط. نعمل وقفه سلميه جميله، مالناش دعوه لا بالمعديه ولا لنا دعوه بقناه السويس ولا بالاستثمار ولا دعوه بالغاز بمنافذ البلد. احنا نقف وقفه حضاريه عشان الناس اللي بتندس. خلاص هي المشكله. هقول لحضرتك حاجه، عشان الناس اللي بتندس وسطنا، بس عشان احنا نقدر نقول ايه، نقول احنا دلوقتي بلدنا جميله جدا. بورسعيد بناها فرنساوي، التخطيط العمراني حاجه ما فيش ابعد من كده. بلاش نهدم بلدنا، احنا نقف في مكان ونعلن وقفتنا، نوصل صوتنا. هي المشكله ان الناس دلوقتي معتقده ايه؟ ان اصبح ان الصوت لو وقفت بالظبط الصوت العالي هو كسروا الهيئه او كسروا الاستثمار او كسروا هنا، يبقى احنا كده صوتنا وصل. يعني ما نكسر شرطه عسكريه او فندق للقوات المسلحه، بس على فكره مش مظبوط الكلام ده. على فكره هم معذورين لسبب. ايه بقى؟ هقول لحضرتك حاجه. هو انا النهارده لما يجي وقفه احتجاجيه مثلا من مصنع النسيج مثلا ويقول انا عايز 30% حوافز، والناس تقول له لا، يروحوا خارجين في وقفه احتجاجيه، يخرج مدير المصنع يقول خلاص احنا وافقنا على 30%. انا عايز مش عارف ايه، لا احنا وافقنا على كذا. ولذلك هو الغريب والعجيب ان الالتراس الاهلاوي والالتراس المصراوي لا ده عجبه القرار اللي اتاخد من اللجنه التنفيذيه في اتحاد الكوره ولا ده عجبه. طب اوكي، هو الالتراس المصراوي انا مش هدافع عنه النهارده لما يخرج يقول انا زعلان. مفيش مجلس اداره دلوقتي، ملناش مجلس اداره كان يعبر عن غضب النادي المصري او يطعن ان شاء الله باذن الله جاي. انما الالتراس الاهلاوي بقى، هل هو بيدير النادي الاهلي؟ هو لا هو اقوى من مجلس اداره النادي الاهلي؟ هو اقوى من حسن حمدي؟ ما يترك مجلس اداره النادي الاهلي يعترض من الطرق الشرعيه. انما لما يخرج في مظاهره وبعدين يقول ايه، احنا مش موافقين على التجميد، يا الهبوط يا لا، وبعدين قرار الاحاله للنيابه. هل قرار الاحاله ده وحش بتاع محكمه الجنايات؟ بس هل كشف خيوط المؤامره حقيقه؟ يعني انا هل راضي البورسعيديه؟ بص حضرتك في تحقيقات قبل الالتراس مصراوي، هل راضي الناس اتحطوا في السجن وقرار الاحاله اتحط ومش راضي حد طبعا. لكن القاضي هو اللي يقول، المحكمه هي اللي تقول. النهارده هم موجودين، مش هم موجودين النهارده محكوم عليهم اخدين 15 يوم استمرار. وفي ناس دلوقتي هتتعرض بكره زي اللي هو محسن شتا وتوفيق ملكان، بكره خلصوا 15 يوم خلصوا، هيتعرضوا بكره في المطلوب. يعني عايزين ايه تاني؟ يعني النهارده هم الالتراس دول فوق القانون. اعتقد يمكن النقطه دي هنستكملها بالتحديد كمان في انتظار للتقرير النهائي بقى للجنه تقاصي الحقائق، وفي وعود ان في امور ستتكشف يعني اخرى الحقيقه غير قرارات الاحاله ان شاء الله. معانا يا رب يرفع الغمه يا رب يا رب باذن الله. معانا من سوهاج الحاج عبد الرحمن، اهلا بيك معانا يا حاج. يا فندم نحييك ونحيي ضيوفك الكرام. الله يسلمك. والله انا يعني رجل بسيط من سوهاج امي يعني، بس انا ادعو شعب بورسعيد للهدوء وتفويت الفرصه على هؤلاء المغردين اللي يريدون تقسيم الوطن. وعلى قطر اللي عاوزه تاخذ حق القناه 99 سنه، وعلى كل المتآمرين، فانا ادعوهم للهدوء. يا اخواني لما اختلفوا جماعه على مسجد وجاء الشيخ قال يهدم المسجد، يعني فيش اولى من اهم حاجه ان احنا ما نختلفوش. يعني اذا اختلفنا يعني، والراجل عندك يعني فضيله الشيخ عارف اكثر مني، الاختلاف بين المسلمين وبين الشعوب هيقسمي وهيؤدي لعواقب وخيمه يعني. بالظبط. فانا ادعوهم للهدوء وتفويت الفرصه، وزي ما ربتنا امهاتنا على ان اي مال مشترك فيه جماعي هذا المال حرام او حرمته مغلظه عن المال الخاص. يعني انا لو هنسرق واحد غير هنسرق جماعي.